اهلا بيك عزيزي المشاهد. ايه اخبارك؟ انا الدنيا زي الفل، انا الحمد لله تمام، واتمنى ان الدنيا تكون معاك زي الفل. النوع ده من الفيديوهات هيبقى مختلف شويه، حتى هتلاحظ ان الكادر مختلف او زاويه التصوير مختلفه. هيبقى من غير سكريبت خالص، وهبقى بتكلم فيه عن ريفيو الافلام او مسلسلات. ممكن ان شاء الله في المستقبل اتكلم اعمل ريفيو للعبه معينه، لان انا هارد كور جيمر مثلا بقالي بتاع 13 14 سنه، فممكن في المستقبل ارشح لك اي لعبه، لان انا بلعب كتير. لسه مش عارف النوعيه دي من الفيديوهات ممكن اسميها ايه بالظبط، مش متاكد الصراحه، ولكن حتى ذلك الحين عايزك تتخيلنا اكننا قاعدين على قهوه بندردش، او قاعدين في كافيه، قاعدين في الشارع بنتكلم، معاك في الجامعه بنتكلم. بص شوف انت عايزنا نكون بنتكلم فين، وانا وانت مع بعض اهو. الفيديو موجود، كل حاجه موجود. بس انا عايز منك دلوقتي تشترك على القناه، انت مش مشترك على القناه، وتعمل لايك، لان ده فعلا بيساعد. ولو وراك حاجه بتعملها، بتذاكر، بتخلص في بروجكت، شوف بقى، لو انت وراك حاجه خلصها، كده كده الفيديو موجود، مش هيتشال ان شاء الله. ولو ما وراكش حاجه، شوف بقى هتجيب حاجه تشربها. انا عن نفسي جبت كوبايه الشاي بتاعتي، الله قربت تخلص اصلا. وايه، وخلينا نخش في الفيلم اللي انا جاي اكلمك عنه. الفيلم بعنوان مالجننت او الورم الخبيث. البطله بتاعت الفيلم انابيل واليس او انابيل واليس، مش عارف اسمها صعب قوي. مش عارف اسمها انابيل واليس حاجه كده. المهم ان هي مثلت في حاجات كتير، منها اكس مان فيرست كلاس، مثلت في بيكي بلايندرز، لو انت اتفرجت على بيكي بلايندرز كانت جريس، مثلت في انابيل ذا مامي، مثلت حاجات كتير قوي يعني. والفيلم من اخراج جيمس وان معروف جدا 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 بالافلام الرعب اللي هو اخرج افلام كتير قوي 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 لسلسله سو، وانا بعشق السلسله دي، فعلا بحب سلسله سو جدا، برغم ان هي في ناس كتير قوي ما بتحبهاش بسبب الدمويه الاوفر او كده. بس انا بجد بحب قوي سلسله الافلام دي. اخرج سو 2، سو 3، سو 4، 5، 6، واخرج مش عارف جيكسو بتاع 2017. اخرج افلام كتير قوي، اخرج كونجورينج، اخرج انسيديوس، اخرج حاجات كتير قوي، وعملوا فعلا ايقونيه قوي في مجال الرعب بصفه عامه. يعني زي ما اقول لك سو وكونجورينج ومالجنانت اللي بكلمك عنه النهارده، وقبل كده انسيديوس. في لا هو تخصصه كده. رأيي عن الفيلم الصراحة، فيلم بجد بجد عجبني جدا. ليه؟ لانه انا اصلا مش فان لافلام الرعب، عمري ما حبيت افلام الرعب، وعمري ما مثلا لو انا كنت قاعد كده، يعني انا تجربتي للفيلم يمكن مختلفه شويه، فيمكن انا حبيته عشان كده. ولكن مثلا لو انا قاعد كده مع حد قال لي اتفرج على مالجننت، كنتش هوافق، لان انا ما بحبش اصلا افلام الرعب. ولكن انا ايه، كنت معدي، بص انت مش راجل غريب، انا كنت معدي، فلقيت ايه، الحاج بيتفرج على الفيلم، فبقول له بتعمل ايه يا حاج؟ قال لي بتفرج على فيلم، تعالى اتفرج معايا. فقعدت، لا الفيلم عجبني، لا الفيلم عجبني بجد. ليه بقى؟ ليه؟ هقول لك ليه. اولا، الجو العام للفيلم مختلف شويه عن الجو العام لافلام الرعب اللي انا كنت بشوفها، زي كونجورينج، زي انسيديوس. الكلام ده جو عام مش بيعتمد على الجامب سكيرز تماما. يعني انت لو انا عن نفسي كنور، انا بكره حاجه اسمها جامب سكيرز. ليه تخضني يا عم؟ انا ما عنديش مانع ان انا اخاف، انا ما عنديش اي مانع ان انا اخاف، بس ما نطش. هو لا، ما بحبش النوعيه دي خالص خالص. الفيلم مثير جدا، حماسي بطريقه مش طبيعيه. يعني انت مثلا لو اتفرجت على، هو مش افضل تمثيل، ولكن ذا ميز رانر، الجزء الحماسي اللي هو ايه، انت مشدود قوي جوه القصه، اللي هو انت طب وبعدين دي النوعيه اللي انا بحبها من افلام الرعب. يعني اللي هو ايه، انا مش هقوم اتفزع وهبقى خايف، اللي هو انا هبقى خايف بس مش هقوم اتفزع بقى وجامب سكيرز والشغل ده. احنا ايه، ناس كبيره في السن وما بنحبش الهطل ده. المشاهد سريعه جدا، وبالنسبه لي دي نقطه ضعف وفي نفس الوقت نقطه قوه. ليه نقطه ضعف ونقطه قوه؟ نقطه ضعف علشان تحس ان في احداث بتتاكل، في احداث مهمه قوي. على سبيل المثال، كان في يعني في جزء مهم من القصه، ان في، عشان مش عايز احرق لك برضه، كان في واحده اللي هي اخت البطله طالعه على مكان كبير كده وضخم، واللي هو عارف انت بقى جو افلام الرعب، فوق تله ولا فوق جبل وعلى حافه. فانا عايز اعيش جوه الحته دي، عايز بقى اخاف بجد، اللي هو هنا انا منتظر ان انا فعلا اخاف بقى واعيش جوه. هنا بام بام مش عارف، انا عايز بدور على حاجه، لقيت الحاجه بام، اقلب على المشهد اللي بعده على طول. دي حاجه بالنسبه لي ما كانتش كويسه خالص. يعني في مشاهد سريعه انت مش مطالب انها تكون سريعه، انت عايز، لا، عايشني جوه في المكان ده، انا عايز اعيش شويه في المكان الكبير الضخم المرعب ده. المشاهد السريعه نقطه قوه بقى. ليه؟ لان انا ما حسيتش باي ملل تماما. الفيلم فعلا، لا الفيلم رتمه سريع وبياخدك في الاحداث ورا بعض على طول كده، تك 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 تك. انا فعلا ما حسيتش بملل تماما تماما خالص. والاخراج بتاع الفيلم فعلا، لا يعني الاخراج بتاع الفيلم في كادرات
انا شفتها تحفه بجد بجد. انا يعني ممكن اكون ببالغ شويه، ولكن في كادر كده من فوق، يعني في كادر كده جايبهم من فوق، اكن انت ايه، عارف انت لما بتبقى بتتفرج على، لما بتبقى بتبني بيت مثلا وبتتفرج من فوق، او اللي هو اللعب الصغيره بتاعت الاطفال دي، انت مثلا بتبني بيت وبتاع فبتتفرج عليهم من فوق. الكادر كان عامل كده، الكادر كان كده بالظبط. الكادر كان جامد قوي. انا ممكن اوريه لك صوره او حاجه. الكادر فعلا كان خطير. لقطات الاماكن بتتغير من حواليك، وفجاه تحس ان انت دخلت في بعد تاني وفي مكان تاني. لا يعني السي جي اي، في ناس بتقول ان السي جي اي ما كانش افضل شيء، ولكن بالنسبه لي انا كان السي جي اي هو ما كانش افضل حاجه، ولكن هو مش وحش. يعني في ناس بتقول ان هو السي جي اي ما كانش كويس، لا يعني السي جي اي كان ديسنت جدا، ما كانش فيه مشاكل كتيره، كان حلو وكان مصروف عليه فعلا. فبالنسبه لي كان جميل قوي. بالنسبه بقى للتمثيل، التمثيل من البطله بتاعه الفيلم تحفه بجد تحفه. انا اصلا بحب الاعمال اللي كانت بتعملها قبل كده، من ابيك بلاندرز زي ما بقول لك، فيرست كلاس، وكذا حاجه عملتها قبل كده انا اتفرجت عليها فيها. وهي فعلا بتأدي الدور بتاعها حلو قوي، وبالذات في الرعب. يعني هي انا فاكر شفت مثلا لقطه في كونجورينج او حاجه، او كذا لقطه في كذا فيلم رعب ليها، لا انا ساتيسفايد يعني. لا هي فعلا بتأدي دورها على اكمل وجه. ولكن بقى السبورتيف كاركترز او الشخصيات المساعده او الشخصيات الثانويه، كان يعني كان دورها سيء. يعني مش عايز اقول سيء برضه عشان ما اظلمهمش، كان ممكن نقول متوسط. يعني مش اكتر من كده، كمان متوسط جدا. مش مساعدين خالص في القصة. تحس ان يعني ما حسيتهمش. اللي هو انت في الافلام دي مستني ان الممثلين ما يكونوش باردين قوي، وما يكونوش اوفر رياكتنج. يعني انت مش مستني لا مش عارف خضه غريبه قوي مثلا، لا يا معلم انت مش بتتخض، مفيش حد بيتخض كده فاهم. وفي نفس الوقت ما يكونش بارد، اللي هو ثلاجه، اللي هو بيحصل مثلا عفريت طلع لك من تحت السرير، اللي هو ايه يعني، فاهم انا اقصد ايه. فهم بقى كانوا النوع ده اللي هو ايه، كانوا باردين سيك. تحس ان هو لا مش عارفين يدوا الرياكشن، ولما بيدوا الرياكشن بيدوه اوفر. فما حبيتش الموضوع ده قوي. تعالى بقى ندخل في القصه. القصه افضل شيء اتقدم بالنسبه لي في الفيلم ده كامله. انا اتكيفت كده من القصه الاحداث بتاعتها متماسكه، ما فيهاش شغل اللي هو ايه يخطفك، او مثلا اللي هو ايه قشطه تعالى نعدي الحته دي. لا كل حاجه اتشرحت باسلوب كويس. يمكن مثلا الجزء بتاع اللي هو الاحداث بتمر بطريقه سريعه، ولكن ده ما اثرش على القصه، ما كانش ليه تاثير على القصه بشكل كبير. بالعكس لا، كان القصه اتشرحت بشكل كويس، كل حاجه كانت مظبوطه. تعالى بقى نخش في بدايه الفيلم. احداثه بتبتدي في مشهد كده، تحس ان هو حتى الاخراج بتاع المشهد القديم، مشهد في السبعينات او الثمانينات، مشهد في المستشفى بيحصل حدث معين، بام كات، بنخش بقى ايه في الاحداث بتاعت الفيلم الرئيسيه. وطبعا كعاده اي فيلم رعب في الدنيا، لازم الاحداث اللي بتدور فيه المكان بتاعه لازم يكون اولا مهجور، البيت بدورين، ويكون في ضباب حوالين المكان. تقريبا دي الفورمولا بتاعت ايه اي فيلم رعب في الدنيا. البطله بتاعت الفيلم عادي ست متجوزه، ربة بيت او ربة منزل، متجوزه واحد حسب الله ونعم الوكيل فيه. بيحصل حدث في اول الفيلم، هو ده اللي بيبتدي من بعده. يعني زي ما اقول لك الفيلم بيبتدي في كل حاجه، بتبتدي في الفيلم، او هو اللي بينيشيت كل احداث القصه. بعد بقى الحدث الكبير اللي بقول لك عليه ده، البطله بتاعت القصه بتبتدي تشوف، انا ما اعرفش هو جمع رؤيه ايه بالظبط، ولكن بتبتدي تشوف رؤيات او رؤى في منامها. يعني مثلا رؤيه اللي هو انا مثلا انا نمت وحلمت بحاجه، الحاجه دي طلعت بجد. يعني انا مثلا حلمت لا قدر الله ان شخص مات، الشخص ده فعلا مات وبطريقه معينه. هي بقى ده اللي بيحصل لها، هي بتحلم ان في شخص معين مات بطريقه معينه. فعلا بتصحى تاني يوم، تفتح التلفزيون، تلاقي ان الشخص فعلا مات، وبالطريقه اللي هي شافته بيموت بيها بالظبط. المشكله بس ان الموضوع مثلا ما حصلش مره بالصدفه، لا ده في كل مره بتنام فيها بيحصل الشيء ده، وبتشوف الشخص اللي بيموت الناس دي. الشخص ده بس مش مجرد ان هو متعطش للدم، لا هو بيتارجت ناس معينه. لدرجه في مره من المرات بتحكي لحد من الشخصيات اللي في القصه، فطبيعي الشخص ما صدقش. يعني مثلا ايه يا عم، هو انت كل مره في شخص بيموت تقوم لي مفزوع ومش عارف ايه؟ لا مش ميك سنس خالص يعني. فقالت لها ايه، لا ده الشخص ده مات في الحته الفلانيه في المكان الفلاني، والشرطه لسه ما راحتلوش. راحوا لقوا فعلا ان الشخص مات بالطريقه الفلانيه. طب عرفت ازاي؟ عرفت منين؟ محدش يعرف. المهم ان الشخص اللي هي بتشوفه كل مره بتنام فيها وهو بيقتل الناس ده، بطريقه ما ليه علاقه بيها. مش بس ليه علاقه بيها، ده ليه علاقه بماضيها. وهنا بتبتدي بقى انت تكون اللي هو ايه، بتحاول تتوقع نهايه القصه ممكن تكون عامله ازاي. طب هل هي مريضه نفسيا؟ هل هي صاحبه الشخص ده
محدش يعرف لحد ما بتعدي الاحداث وتروح لحد من قرايبها او بتروح لحد من عيلتها وبتقول لها ان الشخص ده كان موجود في حياتك، الشخص ده انتهى، طب ايه اللي رجعه تاني؟ طب ايه اللي ما رجعوش؟ طب الشخص ده فين اصلا؟ طب الشخص ده مين؟ وده بقى اللي انت بتعرفه في البلوت تويست. بلوت تويست اروع ما يمكن بالنسبه لي، من اكتر الحاجات اللي هو انا عمال اكون في الاحداث اللي عماله تعدي، فانا عمال اكون تمام ماشي، الشخصيه ممكن مثلا تكون سايكوباتيه، ممكن تكون مريضه نفسيه هي اللي بتعمل كده، الله اعلم. ابتديت تكون توقعات على نهايه القصه تبقى عامله ازاي، ولكن بيجي البلوت تويست بالنسبه لي انا كنور بوم دمر لي كل حاجه. انا فضلت قاعد مسبهل الصراحه، ده اصلا هو ده بقى اللي كان في دماغي، اللي هو اصلا ده بجد. فبالنسبه لي كانت البلوت تويست كانت حاجه كده ايه بقى، الكريزه اللي فوق التورته، عارف انت يعني القصه كانت الكريمه اللي بتبقى على التورته، دي بقى الكريزه، دي بقى ايه اللي ظبطت التورته او الفيلم بجد بشكل رهيب بالنسبه لي. يعني البلوت تويست الصراحه انا استمتعت بيها جدا وبينت لي حاجات كتير قوي. لحد هنا الجزء بتاع من غير حرق خلص، فانت لو حابب تتفرج على الفيديو تيجي تكمل الجزء الاخير اللي انا هتكلمه، هو مش هيبقى طويل قوي. اهلا وسهلا. بس بجد بجد انصحك بانك تتفرج على الفيلم. انا زيك بالظبط. يمكن لو انت مش بتحب تتفرج على افلام رعب، انا برضو مش بحب اتفرج على افلام رعب، ولكن لما اتفرجت على الفيلم ده كان ليه تجربة مختلفة تماما عن اي فيلم رعب تاني، وكانت القصة فعلا حلوة وفي شيء بيتحكي. فلو انت متفرجش عليه روح اتفرج عليه وتعالى كمل اخر جزء من الفيديو ده، زي ما بقول لك هو مش هيبقى طويل قوي يعني. تعالى بقى نبتدي من الاول تاني، يعني ريكاب كده سريع. اولا بيحصل ايه؟ بيحصل حوار المشهد بتاع المستشفى، حوار استئصال ورم او حاجة كده، حد بيموت، حد عمال يدبح في الناس كلها، فانت مش فاهم مين ده. هم بقى بيحصل حوار الخبطة بتاعت الدماغ، علشان ان هي كل شوية البيبي بتاعها بيسقط او بيموت او اي حاجه. اتاري بقى ان جبريل ده بيتغذى على الاطفال بتاعتها، وطلع يعني اكشوالي هو كان بيحاول يطلع، ولما بقى حصل الخبطه بتاعت الدماغ بقى وحصل الفتحه اللي في الدماغ دي، قدر بقى اللي هو يتيك كنترول بقى، اللي هو خلاص بقى انا دلوقتي يعني انا اللي ماسك الليله. انت في بدايه الموضوع انت مش فاهم حاجه، لكن بقى لما بتوصل للاخر وتبتدي ترجع تمام ده حصل كذا عشان كذا، ده حصل كذا عشان كذا، بلوت تويست او البلوت ريفيل او الاحداث بقى لما تعمل لها ريفيل، اوكي تمام. ده بقى اللي انا بكلمك فيه، ان الجزء بتاع القصه اتعمل له سرد بطريقه صحيحه. هو عمال يرمي لك هنا هنتايه هنا هنتايه هنا هنتايه هنا هنتايه، بوم في الاخر يخبطك بده، ترجع تلم كل اللي فات لان الموضوع بيرفكتلي بيرفكت، محتاج اي حاجه تاني خلاص، هي اتظبطت على كده. انا اتبعت في يعني انا الحقيقه في الجزء النهائي بتاع القصه انا اتبعت كامل. انا ما كنتش متوقع النهايه تبقى كده خالص خالص، توقعت النهايه تبقى اوكي شي از سايكوباتيك وخلاص، ان هو تتعالج بقى يرموها في مصحه. لا ده اصلا ده شخص، ده اكشوالي شخص. ومش بس كده بقى، لا جاب لك في حته بقى ايه في الاخر بقى كده مايند فايت، شغل بقى عقل بقى، وان الاتنين بيتخانقوا على نفس الدماغ ومين يكسب ومين ما يكسبش، وفي الاخر عملت له تراب وان انا اللي مسيطره هنا، ولو حاولت تاني انا خلاص عرفت الطريقه اللي انا هدخلك بيها المكان ده. جامد حقيقه، انا اتبسطت بالفيلم وبالذات النهايه، لان هي هو قدم رساله برضو ان هو لا شوف انت قد ايه بنفس الجسم وبنفس كل حاجه ممكن تعمل ايه، بس لو غيرت من طريقه تفكيرك او غيرت من اسلوبك في اي شيء. فالصراحه الفيلم بالنسبه لي في النقطه دي كان كويس جدا. كانت كل حاجه تقريبا عن الفيلم. لو انت حابب الفيديو ممكن تعمل لايك لان ده فعلا بيساعد. مشترك على القناه انت مش مشترك، شير الفيديو ده مع اصحابك لو انت حابب تريكومند الفيلم ده ليهم، لو انت اتفرجت على فيلم حابب تريكومند الفيلم ده ليهم. لحد هنا اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.